وهذا اللاكس هذا اللي كنبريسيو به فيه القياس، يعني فيه شريطات وفيه الارقام من الصفر وانت طالع، وفيه ذاك الخاتم اللي من خلالها ملي كنضغطوا عليه كيعطينا، هو اللي كيحدد لنا القياس. وقبل ما يبرك على داك اللاكس كيهبط داك الخاتم للزيرو وكيبرك بشويه حتى كيبان له انه الشومبرير تنفخ وخدا الحجم ديال الحفره، وكيعاود يطلع ديك اللاكس ويشوف داك العدد اللي محدد في الخاتم، كيقيدو وكيديرو مع الطراب الليده، لان ديك العدد كيتعتبر هو اللي كيمثل الحجم ديال الحفره. وهاد العمليه كيديرها في واحد 3 ديال الاماكن مختلفه في البقعه باش كيتاكد بلي الكومباكتاج مزيان في جميع الجهات. ومن بعد هاد التراب اللي كيدي كيدوز مع عده اختبارات باش نضمنوا انه ديك الرومبلي مكومباكتي مزيان، ونقدروا نحطوا اي حاجه من فوق منه. يعني نقدروا نديروا من فوق منه الضاله مثلا فونداسيون بالنسبه للبني، وبالنسبه للطريق الا كانت بياضه نقدروا نديروا من فوق منها التوفنه، والا كانت التوفنه نقدروا نديروا من فوق منها الزفت. يعني بهذه الطريقه كناخذوا واحد البيفي اللي كيضمننا ان هذا الرومبلي مكومباكتي مزيان، ويمكننا نخدموا من فوق منه بكل اريحيه. حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ما نكون نسيت حتى شي حاجه وقدرت نوصل لكم جميع المعلومات اللي كتخص هذه العمليه. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الناس اللي كيهمهم هذا المجال، واللي مازال ما مابونيش يتابونا باش تكون من الاوائل اللي كيوصلوا من الجديد. راه كنحاولوا نبارطاجيو معكم اي حاجه عندها علاقه بهذا المجال. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمه الله.